وقبل ما نعلق الفوانيس وقبل ما نغسل الستاير وقبل ما نفكر هنطبخ ايه لازم نقف وقفة حقيقية مع نفسنا. رمضان مش شهر بيت نضيف وبس، رمضان شهر قلب نضيف وشهر نفس جاهزة وشهر ست قررت انها تستقبل الخير وشهر الخير وهي واقفة على رجليها، مش منهكة ومش مضغوطة ومش داخلة الشهر وهي مش عارفة هتعمل ايه ولا يومها هيمشي ازاي. رمضان مش بس شهر صيام، رمضان شهر لو دخلتيه صح ممكن يغير حياتك بالكامل. في رمضان أبواب السماء مفتوحة، الدعاء مستجاب، النية ليها وزن والخطوة الصغيرة ليها أثر كبير. رمضان هو الشهر اللي كتير مننا كان بيدخلوا فاقد الأمل وربنا بيفتحها في وشه، وكتير ستات دخلت الشهر ده وهي تايهة وخرجت من رمضان وهي عارفة طريقها كويس جدا. ستات كتيرة دخلته وكانت منهكة وتعبانة وطلعت من رمضان أقوى من أي وقت فات. رمضان شهر تحقيق المستحيلات بس للي مستعد له. ودلوقتي محتاجين نعرف ليه لازم نجهز نفسنا السنة دي بشكل مختلف، لأنك لو دخلتي رمضان بنفس العقلية القديمة هتطلعي بنفس النتيجة القديمة، ولو دخلتيه تعبانة ومتوترة ومش محددة نيتك وكل تفكيرك في الأكل والبيت وبس، رمضان هيعدي وانتي مكانك. لكن السنة دي احنا مش عايزين كده، احنا داخلين رمضان السنة دي ليه؟ احنا داخلين علشان نخرج أقوى، أهدى، أقرب لربنا، أنضج نفسيا وأذكى كمان في إدارة حياتنا وأخف في روحنا. عايزين نخرج السنة دي من رمضان أفضل مليون مرة في كل جانب من جوانب حياتنا. وهنا محتاجين نعرف مع بعض شهر رمضان ممكن يغير إيه في حياتك لو دخلتيه وبدأتيه صح. شهر رمضان يقدر يغير نظرتك لنفسك وكمان ثقتك ويقينك في ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر، وإن رب المعجزات ورب المستحيلات. وكمان هيديكي صبر وهدوء وعلاقتك بالوقت هتتحسن وعلاقتك بالأكل هتتحسن وعلاقتك بالحياة نفسها هتتحسن. بس ده مش هيحصل بالصدفة، ده محتاج نية زائد تجهيز زائد وعي. وهنا عايزين نعرف إن المعجزات مش دايما فلوس أو وظيفة، ولو إنه دي بتحصل كتير لو انت طلبتيها من ربنا وتمنيتيها. أحيانا المعجزة بتبقى راحة بعد تعب طويل، قرار صح كنت مأجلاه، شجاعة إنك تقولي لأ على الحاجات اللي مش عايزاها، نور جوه دماغك وقلبك، سلام داخلي جواكي، ودي أعظم معجزات ممكن تحصل لك. وهنا عايزاكي تجيبي معايا ورقة وقلم وتكتبي انت محتاجة ايه من شهر رمضان، شهر الخير والفرحة واستجابة الدعاء وقيام الليل والليلة المباركة اللي هي خير من 1000 شهر. وتكتبي كمان نفسك تطلعي بإيه من الشهر ده، وإيه الحاجة اللي لو حصلت حياتك كلها هتتغير وهتفرق معاكي جدا. وبعدها قولي يا رب أنا داخلة الشهر ده وأنا عندي يقين ومصدقة جدا إنك قادر على كل شيء. شهر رمضان زيه زي أي حاجة في الدنيا، مش هيساعدك لو انت قاعدة مستنية، هيساعدك لو انت بتتحركي وبتعملي اللي عليكي. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان كده لازم نجهز نفسنا ونرتب بيتنا ونخفف الضغط علينا ونوسع وقت العبادة ونفتح باب للتغيير الحقيقي. وعلشان ندي فرصة لنفسنا إنها تتغير لازم البيت يبقى مساعد لينا مش عبء علينا، لازم المكان يبقى هادي علشان القلب يهدى. ومن هنا نبدأ تجهيز البيت، مش علشان الناس ولا عشان الشكل العام ولا عشان الناس تقول عليا إن أنا شاطرة، لكن علشان شهر رمضان يعدي معايا بسلاسة وبسهولة من غير ضغط ولا عبء، يبقى عندي وقت أكبر للعبادة وللذكر وقراءة القرآن، وكمان يومي ما يبقاش زحمة. دخولك لشهر رمضان صح مش محتاج انك تكوني ست كاملة، شهر رمضان محتاج ست صادقة في نيتها، نية الراحة ونية التغيير ونية انك تكوني اهدى وافضل واقرب الى الله، ونية ان البيت يكون وسيلة مش غاية. خلي بالك مش كل اللي على السوشيال ميديا ينفعك، انت ظروفك غير وطاقتك غير وبيتك غير. وهنا عايزين ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، انه العبادات مش مسابقة، قراءة القرآن مش مسابقة، الذكر والقيام برضو مش مسابقة. وخير دليل على الكلام ده إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال أدومها وإن قل. يعني أنا لما هختم القرآن مرة واحدة بس بتدبر وباستشعار للمعاني والفضائل الكتيرة اللي في القرآن الكريم أفضل من إن أنا أدخل في سباق وأعدي على كل كلمة وكل آية وكل سورة وأنا بجري من غير ما أفهم، من غير ما استشعر، من غير ما أحس أو أفهم الرسالة اللي جوه الآية أو السورة اللي أنا بقرأها. ما ينفعش نحط أوراد وأذكار وأعمال وعبادات
فوق طاقتنا وفوق قدرتنا وما تناسبش يومنا ولا مسؤولياتنا، لسبب واحد بس، انه اغلب الناس اللي بتعمل كده بتمشي يوم 2 3 اسبوع بالكتير، وتيجي في نص شهر رمضان تلاقيها ما بتعملش اي حاجة، بالعافية يا دوب بتخلص يومها والطلبات اللي وراها من حاجات البيت والتزامات الاولاد والشغل لو كان عندها شغل، وبتلاقي الاوراد بتاعتها وقعت، وبتصلي الصلوات بالعافية، وكل الحاجات اللي كانت بتحلم انها تعملها ما بقتش قادرة تعمل منها أي حاجة، أو بالأصح ما بقاش عندها وقت إنها تعمل أي حاجة. ولكن لما أنا هاجي وأقسم يومي وأعرف وقتي ماشي إزاي، هعرف إيه الأوراد اللي هقدر ألتزم بيها وأخصص لها وقت معين من اليوم بجانب المسؤوليات التانية اللي هتبقى عليا في شهر رمضان. وعلشان كده قبل ما نمسك الممسحة لازم نمسك القلم وتكتبي إيه اللي مضايقك وإيه اللي شاغل بالك وإيه اللي مخوفك وإيه اللي وجعك، وقولي يا رب أنا داخلة شهر رمضان وأنا سايبة كل ده عند بابك. القلب التقيل حتى البيت النظيف مش هيخففه، وعلشان كده لازم تهدي قلبك وتفهمي نفسك وتعرفي انت عايزة ايه بالظبط. وعلشان كده لازم تتفقي مع نفسك على قواعد معينة في شهر رمضان، قواعد بسيطة جدا، انك مش هتضغطي نفسك ومش هتطبخي فوق طاقتك ومش هتقارني بيتك ببيت حد، وان التنظيم رحمة هترحمي بيها نفسك وهتساعدي نفسك كمان انك تقومي بكل الواجبات اللي عليكي وانت مرتاحة ومش مضغوطة. وهنا هنبدأ في تجهيز البيت لاستقبال شهر رمضان. شهر رمضان مش بيتجهز في يوم، شهر رمضان بيتجهز بذكاء. يعني ايه؟ يعني هتقسمي بيتك، ولسه قدامك اهو شهر على رمضان، يوم لكل غرفة، او ممكن تقسمي الغرفة على يومين او 3 بحيث انك ما تجهديش نفسك خلال اليوم، ويوم او يومين او 3 برضو للمطبخ، ويوم للحمام، ويوم للترتيب العام. مش لازم كله يبقى مرة واحدة، بس هتخلي بالك من نقطة مهمة جدا، بعد ما تخلصي كل ده ايدك هتفضل في كل حاجة انت نظفتيها تنظيفة عميقة، لان احنا طول شهر رمضان مش هننظف التنظيفة العميقة دي تاني، ولا على العيد ولا على غير العيد. فشوفي بيتك محتاج ايه، عايزة تغسلي سجادك اغسليه، عايزة تغسلي الستاير، عايزة تغسلي اي حاجة مخصصة للعيد، لان احنا من اول يوم في رمضان لاخر يوم في رمضان هيبقى كل مسؤوليتنا ان احنا نقوم بمهامنا اليومية العادية اللي احنا بنعملها، سواء للاولاد او للزوج او للاكل والشرب، وباقي الوقت كله هيبقى أكتر شيء للعبادة وللقيام وللذكر، لأننا لازم نستغل كل لحظة في الشهر المبارك ده في عبادة وذكر ربنا سبحانه وتعالى، وطلب الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وكمان طلب كل الأمنيات اللي احنا نفسنا ربنا يحققها لنا. وبالمناسبة يا ريت في الورقة والقلم اللي جبتيها تكتبي أمنياتك ايه، نفسك ايه اللي يحصل في حياتك، ونفسك ايه اللي يتغير، وما تستعظميش أي حاجة على ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمهما كانت أمنيتك مستحيلة، مهما كانت دعوتك مستحيلة، ده في نظرك انت، لكن ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة عنده اسمها مستحيلة. خلي عندك يقين انك شهر رمضان ده هتخرجي منه وربنا مستجيب كل دعواتك ومحقق لك كل أمنياتك، وكل حاجة نفسك فيها هتحصل. أنا عند ظن عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. علشان كده عايزين يبقى يقيننا بربنا كله خير وظننا بربنا كله خير، عشان ربنا يدينا الخير اللي احنا بنتمناه. نرجع لنقطة تنظيم البيت. هنبدأ إننا نتخلص مش ننظف، يعني قبل ما ننظف هنتخلص من الحاجات البايظة، من الحاجات اللي مش بنستخدمها، من الكراكيب اللي ملهاش لازمة. البيت المليان مهما نظفتيه عمره ما هيبقى رايق أبدا. وطبعا هنبقى محتاجين نعمل جو البهجة والزينة جوه بيتنا في رمضان، فانوس بسيط، نور وإضاءة حلوة، مفرش لرمضان، ركن قرآن، بخور خفيف. البهجة مش في فلوس كتيرة، البهجة هي إحساسك ولمستك اللي بتوجديهم جوه شقتك. وهنا إحنا محتاجين نطبق نظرية التنظيف العميق الذكي مرة واحدة بس، أنظف صح مرة وارتاح باقي الشهر كله. وهنمسك زي ما احنا قلنا جزء جزء في البيت. أول حاجة هنمسك المطبخ، ممكن أخصص يوم لحيطان المطبخ لو فيها زيوت أو دهون أو حاجة، أتخلص من كل ده بالإضافة معاهم للبوتاجاز. يوم تاني أنظف دولاب المطبخ تنظيفة عميقة جدا، يوم تاني للتلاجة، يوم تاني للفريزر، يوم تاني أشوف أنا محتاجة خزين إيه في بيتي وأجيبه. ليه بنخصص يوم لكل حاجة؟ لأن احنا طبعا اليوم بتاعنا مش هننظف فيه بس، احنا علينا التزامات تانية زي أولاد، زوج، أكل، شرب، ضيف جالنا، أي حاجة، أي ظرف احنا بنمر فيه. وعلشان كده عايزين نقسم كل جزء في البيت لأجزاء بسيطة نخلصها كل يوم،
جنب مسؤولياتنا العادية اليومية. يوم تاني هنمسك الحمام، برضك هنغسل السيراميك بتاع الحمام، هنغسل البانيو، هنغسل الأدوات اللي جوه الحمام، هنغير الستارة لو في ستارة على البانيو في الحمام، وهكذا. وبعدين هنمسك الغرف، يوم لتحت السرير، يوم للدواليب، يوم للشبابيك، يوم للستاير، يوم لأي حاجة. المهم ان انت تقسمي كل حاجة بحيث كل يوم ساعة واحدة بس تخلصي جزء من أجزاء البيت، والحمد لله لسه قدامك وقت كبير تخلصي فيه كل ده. وزي ما قلنا أهم حاجة الحاجة اللي هنضفها تنظيفة عميقة هتفضل إيدي فيها، بحيث ان انا طول شهر رمضان حتى قبل العيد ما اعملش تنظيفة ولا ترويقة عميقة تاني. بالعكس هيبقى كل اللي هعمله اني اضيف لمسة بسيطة في بيتي لأجواء العيد وللعيد، ونضف تنظيف بسيط جدا ما يكونش مرهق ولا متعب. لأنه كتير مننا بيضيع وقته آخر 10 أيام في رمضان، وهم أهم 10 أيام في شهر رمضان في عمايل الكحك والبسكوت والتنظيف العميق والترتيب للعيد، ونشتري حاجات جديدة عشان العيد فتلاقي أهم 10 أيام ممكن يضيعوا عليكي. وعلشان كده أدينا هنتخلص من بند، وهو بند التنظيف العميق في آخر 10 أيام في رمضان، لأن احنا هنعمله قبل شهر رمضان وهنحافظ عليه لغاية آخر يوم في شهر رمضان بإذن الله. بالنسبة بقى للكحك والبسكوت ممكن ان احنا نحاول نخصص لكل يوم حاجة، ولو ظروفك تسمح تجيب المكونات والطلبات وتوديها أي فرن هو يعملها لك يكون أفضل وأفضل. لأن زي ما قلنا شهر رمضان مش شهر تجهيزات ومش شهر أكل وشرب ومش شهر تنظيف ولا شهر تنظيم. شهر رمضان شهر عبادة، شهر تقرب إلى الله، وشهر بنرمي كل حمولنا وكل حاجة نفسنا فيها على ربنا سبحانه وتعالى، علشان بإذن الله نخرج من شهر رمضان واحنا راضيين عن نفسنا وراضيين عن طاعتنا وعباداتنا، وكمان عندنا ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى انه هيحقق لنا كل حاجة احنا بنحلم بيها. وهنا محتاجين نعمل أهم حاجة كلنا بنبقى محتاسين فيها في شهر رمضان، وهي تجهيز المطبخ والطبخ. تنظيم قبل الطبخ، اعملي جرد وقائمة وخطة أسبوعية، مش كل يوم هنفكر هنطبخ ايه وهناكل ايه وهنعمل ايه. رقم 2 هنعمل تخزين ذكي، هنشوح خضار، هنجهز صلصات، هنقسم لحوم، هنتبل فراخ. كل الحاجات دي هتوفر عليكي وقت ومجهود في شهر رمضان، وكمان هتحسي انك مرتاحة ومسيطرة وانت كل حاجتك جاهزة، مش هتعملي منها الا حاجات بسيطة. بس مهم جدا واحنا بنخزن الحاجة دي رمضان ما نجيبش حاجات عشوائية ولا لمجرد ان احنا يبقى تلاجتنا مليانة وخلاص. نجيب الحاجات اللي احنا بناكلها، الحاجات اللي احنا بنحبها، مش تجهيز وخلاص، مش خضار وخلاص، مش لحوم وخلاص. الحاجة اللي احنا بنستخدمها وبناكلها واولادنا بيحبوها، علشان خاطر مفيش حاجة تتهدر ولا في حاجة تترمي. في النهاية كلنا لازم نعرف ان شهر رمضان مش شهر شقة، رمضان شهر سكينة. مش مطلوب منك انك تبقي مثالية، لكن مطلوب منك انك تبقي رحيمة بنفسك. مهما يكون بيتك بسيط رمضان برضو هيبقى جميل، مهما يكون اكلك بسيط رمضان برضو هيبقى حلو. لو نفسيتك مرتاحة وهادية رمضان هيبقى نعمة كبيرة جدا هتحسيها وتستشعريها كل يوم من اول يوم لاخر يوم. اللهم بلغنا رمضان واحنا مطمئنين مرتبين جاهزين، من غير ضغط ولا وجع ولا مقارنة بحد، واحنا نفسيتنا هادية ومرتاحة ومستشعرين النعمة الكبيرة والعظيمة اللي ربنا من بيها علينا، وهي إننا نعيش شهر رمضان وأجواء شهر رمضان وبركة وجمال شهر رمضان. لو حابين إن احنا نعمل مع بعض سلسلة فيديوهات تساعدنا إن احنا ندخل على شهر رمضان بشكل أهدى وأحسن وأفضل من كل الجوانب، سواء في العبادات أو في التنظيم والترتيب أو في تجهيز نفسنا لشهر رمضان، اكتبولي في التعليقات وأنا مش هتأخر وهعمل لكم أجمل سلسلة فيديوهات بإذن الله. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض زي ما احنا متعودين عمره ما هيخلص. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.